لو قلت لك ان في نادي في انجلترا صعد من دوري الدرجة التانية الانجليزي وفي موسمين بس بقى بينافس على اوروبا، وصل لربع نهائي الدوري الاوروبي وهزم اندية كبيرة، هتقولي على مين؟ كتير هيفتكر ليستر سيتي. لكن في قصة تانية اقرب لينا زمنيا واقل شهرة بس في منتهى الروعة، القصة بتاعت ويلفرهامبتون او زي ما بنسميهم الولفز. في الفترة من 2018 ل 2020 نادي كان بيحاول بس يعيش في البريمير ليج بقى فجأة واحد من أنظف وأنظم الأندية في إنجلترا، وتحت قيادة المدرب البرتغالي العبقري نونو أسبريتو سانتو. النهاردة هحكي لك القصة دي من الأول بالتفصيل. قبل موسم 17-18 وولفز كان بيروحوا ويجوا ما بين دوري الدرجة التانية والبريمير ليج لسنين طويلة. نادي له تاريخ بس من زمان وهو بعيد عن الأضواء، لحد ما جه نونو أسبريتو سانتو صيف 2017. نونو مدرب برتغالي شغال بهدوء، مش بتاع كلام كتير، بس عنده فكرة واضحة جدا، هي النظام، الانضباط، وكتلة دفاعية قوية مع سرعة في التحول. جاب معاه مجموعة لعيبة من البرتغال وغير شكل الفريق تماما. روبن نيفيز، جواو موتينيو، روي باتريسيو، وراؤول خيمينيز، وفيتينيا، ودياجو جوتا. موسم 17-18 في البطولة كان كاسح لولفرهامبتون في الدوري الدرجة التانية. وولفز كسبوا الدوري ب99 نقطة وصعدوا كأبطال للدوري. الصعود ده ما كانش مجرد صعود عادي، ده كان بس بداية لمشروع كبير. ناس كتير كانت متوقعة ان وولفز هيعانوا زي معظم الصاعدين، لكن اللي حصل كان العكس تماما. الفريق لعب بثقة غريبة، دفاع منظم جدا، وسط ملعب فيه نيفيز وموتينيو بيوصلوا الكرات، وخيمينيز وجوتا وأداما تراوري في الهجوم. النتيجة كانت المركز السابع في أول موسم ليهم بعد الصعود والتأهل مباشرة للدوري الأوروبي. ده إنجاز ضخم لأي نادي صاعد في الموسم. ضربوا أندية كبيرة وخلوا الناس تحترمهم من أول موسم ليهم في الدوري الإنجليزي. هنا بقى الجزء الأجمل، وولفز راجعوا أوروبا بعد غياب 39 سنة. بدأوا التصفيات في الدوري الأوروبي وعدوها، ووصلوا دور ال 32 وكذلك برضو تخطوها، وبعدين دور ال 16 وكذلك دور ربع النهائي. وصلوا لدور ربع النهائي وكانوا في طريقهم فرق قوية جدا جدا في مشوارهم في البطولة، وقدموا مستويات كويسة جدا 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 خصوصا خارج أرضهم. وصلوا الربع النهائي وتقابلوا مع برايم الفرقة الأسبانية ساعتها، وبرايم تاريخي لإشبيلية، وخسروا بهدف نظيف في مجموع المباراتين. بس الوصول نفس الربع النهائي ده في حد ذاته لنادي كان في الدوري الدرجة التانية من سنتين بس ده إنجاز كبير. وفي نفس الموسم خلصوا البريمير ليج تاني مرة على التوالي في المركز السابع، موسمين ورا بعض في المركز السابع بأداء أسطوري وخرافي، بإمكانيات كانت للأغلب كانت بسيطة وكانت عادية، ولكن عملوا بيها إنجاز. النجاح ده ما كانش صدفة. نونو بنى فريق بمواصفات معينة، دفاع صعب يتفك، وسط ملعب شغال وذكي جدا، سرعة فظيعة على الأطراف، خيمينيز تعلى في منطقة الجزاء. كمان النادي صرف بذكاء مش بجنون زي بقية الأندية الإنجليزية اللي بتصرف 300 مليون و500 مليون. جابوا لعيبة هي مناسبة للفرقة ولقوام الفرقة وبان عليهم مشروع، مش نجوم غاليين وخلاص. والأهم الاستقرار. نونو قعد فترة كويسة واللاعبين الأساسيين فضلوا مع بعض. بعد كده القصة بدأت تهدى شوية. نونو ساب الفرقة ومشي، والفرقة بدأت تتفكك، واللعيبة بدأت تبقى نجوم وتتباع للفرق الكبيرة. وخيمينيز اتصاب إصابة قوية ومستوى الفرقة نزل تدريجيا ثم تدريجيا، لكن الحقبة دي فضلت محفورة في تاريخ النادي.
وولفز اثبتوا انك مش محتاج تكون من التوب 6 عشان تعمل مشروع محترم في انجلترا واوروبا. دي قصة نادي اشتغل صح، اختار مدرب مناسب، جاب لعيبة مناسبة لخطة وطريقة لعبه، وطلع نتيجة فاقت كل التوقعات. لو وصلت لهنا قول لي في التعليقات هل كنت متابع وولفز في الفترة دي، وايه رأيك كأكتر لاعب كان عاجبك فيهم في الموسم ده ساعتها.